هؤلاء الذين يقتاتون ويقتدون على الأوهام والخرافات أيها الإخوة، ويكفرون بكل الوقائع وبكل واقع، ما حيلتنا فيهم؟ ما حيلتنا معهم؟ جيش مصر أيها الإخوة إلى وقت قريب هو خير أجناد الأرض، وستفتح عليكم مصر، قال عليه الصلاة وأفضل السلام آله فاتخذوا فيها جندا كثيفا فإنهم خير أو من خير أجناد الأرض. ظللنا نردد هذا، وأتى التاريخ قرنا بعد قرن ودهرا إثر دهر ليؤكد أن هذا القول حق. صح عن المصطفى المعصوم أم لم يصح؟ الجندي المصري من خير جنود الأرض أيها الإخوة. من الذين أنقذوا هذه الأمة أيها الإخوة من المغول التتر الذين دمروا أكثر أيها الإخوة من نصف حضارة الإسلام في عقود يسيرة؟ الجندي المصري، الجندي المصري. كيف تسنى وتهيأ للناصر صلاح الدين رحمة الله على روحه العظيمة، محرر بلاد الإسلام أيها الإخوة، وموحد الجبهتين، موحد الجبهة الشامية والمصرية، كيف تسنى له أن ينجز ما ينجز وأن يقيم أيضا دولة لأهل السنة على أنقاض دولة الفاطميين الباطنية بمصر بالذات؟ ومن غير مصر ما كان يتهيأ له إنجاز ما أنجز. مصر ظلت هكذا. من هي أكثر دولة عربية تصدت للعدو الصهيوني وخاضت الحروب وقدمت الألوف من خيرة أبنائها من شرفاء جندها؟ مصر. ظللنا نردد هذا ونفخر به، وحق لنا إلى وقت قريب جدا حتى إذا دخلنا دهليز السياسة والخلافات السياسية والحزبية والمصلحية أيها الإخوة والسلطوية، إذا بنا نسمع تحقيقات حديثية لأول مرة تصخ وتصك آذاننا تصمها بأن هذا الحديث ضعيف. كان هذا تمهيدا لبرامج تبثها الجزيرة بعد ذلك من شخص لم نره من قبل، ولا يعرف بنبوغ ولا بنبل في علم ديني أو دنيوي، لا ندري ما هو ولا أقول من هو، لا ندري ما هو. يأتيني بحلقة في زهاء ساعة إلا ربع أيها الإخوة، يريد أن يقنعنا من خلالها أن الجيش المصري حين أنشئ لحماية إسرائيل. الله أكبر، عبقرية رهيبة، ذكاء منقطع النظير. ونسمع قبيل أيام يسيرة أيها الإخوة أن هذا الجيش جيش مصر، هؤلاء الذين يصلون ويصومون، معظم الشباب في الجيش المصري مسلمون يصلون ويصومون، أليس كذلك؟ الذين قتلوا وذبحوا قبل بضع سنين أيها الإخوة في سيناء كانوا صائمين، أعدوا أمامهم المساكين رحمة الله على أرواحهم، أعدوا أمامهم طعام إفطارهم، ذبحوا قبل أن يتناولوا شيئا من إفطارهم باسم الإسلام، والله أكبر، وكبر على ذبحهم. كفر. طب كيف صائمون؟ كيف مصلون؟ كيف كفر؟ ما الذي يحصل لنا؟ ما هذا العبث كله بديننا وبوعينا الديني، بوجداننا الديني أيها الإخوة الروحي؟ أقول لكم قبيل أيام إذا بهذا الجيش هو جيش فرعون وهامان. جيش فرعون وهامان، مش كجيش فرعون. لم نسمع حرف الكاف أيها الإخوة، لم نسمع كلمة مثل جيش فرعون، لا لم نسمعها. هو جيش فرعون وهامان. علشان تفعل هذه الحيل المفضوحة طبعا المكشوفة، فعلها في نفوس الناس المغفلين، وما أكثر مغفلين في هذه الأمة. لو كان لي دعوة في هذا الحد في هذا الوقت من الزمن لنفسي ولأمتي لإخواني أحبابي، لقلت اللهم لا تجعلنا مغفلين، أعوذ بك أن أضل أو أضل. مهم جدا ألا تضل في هذا الوقت، أكثر أهمية ربما ألا تضل، ألا يضحك عليك. وأعوذ بك أن أزل، وهذا مهم، أو أزل، وهذا أهم في اللحظة التاريخية هذه، ألا يضحك عليك، لأنك قد تكون حسن النية. أنا أعتقد أن معظم الأمة في هذا الزمان وفي كل زمان حسنوا النوايا. معظم الناس، معظم الشباب يحبون دينهم، يحبون الحقيقة، أوطانهم، ولكن مشكلة من أين؟ من هذا اللعب، من هذا الاستنزاف أيها الإخوة لوعيهم، من هذا التزييف لإدراكهم لفهومهم. أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل،
يعني أن أستغفى، أن أستغبى، أن يلعب علي. هذا الجيش هو جيش فرعون وهامان، وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وبضربة واحدة هكذا، بضربة استغفال، شطارة، فهلوة، تسقط 1400 من السنين، أيها 1400 سنة من إسلام مصر، ومساهمات الجيش المصري، ومساهمات الجنود المصريين، مساهمات الشعب المصري العظيم في الإسلام والحضارة الإسلامية، وفي الثغور وفي المعارك، وفي حماية مجد الأمة ومكتسبات الأمة. كل هذا يسقط بضربة واحدة. شيء غريب. لصالح من هذا؟ لصالح من؟ من المستفيد من هذا؟ طبعا كلامي هذا لا يعني دفاعا عن جهة ولا عن حكومة ولا عن أي شيء. أنا معني هنا بالدفاع عن ديني. لا أريد أن يعبث بديني، لا أريد أن يعبث بما يسمى الأدلة. الأدلة عند من يفهم، انتبهوا، ليس عند من يسرد يقول لك وبالدليل. بالدليل؟ الدليل يمكن لكل أحد أن يصيبه لو كان من غير كلام الله وكلام رسوله. لقلت الدليل كما قال الجاحظ في المعاني، ملقا في الشوارع. الدليل مبذول على الأرصفة في كل مكان، خاصة الآن في جوجل أيها الإخوة. جوجل والبرامج هذه الإلكترونية تستطيع أن تصل الآيات في الموضوع والأحاديث بضربة، فعلا بضربة واحدة، بنقرأ أدلة كثيرة. فقط اكتب هكذا: التكفير، الإيمان، الولاء، البراء، الحاكمية، وتأتيك عشرات بل مئات الأدلة. ليس هذا المهم، ليس المعول على هذا، المعول على من يفهم الدليل. هل لديك لياقة وقدرة وأهلية؟ هل أنت مؤهل لتتعاطى مع الدليل؟ هل أنت تفهم الدليل؟ هل أنت قادر على أن تقول قولا يحترم في الدليل؟ هل تعرف وجوه وجهات وتصاريف الدلالة والاستدلال؟ هل تعرف هذا؟ هل أنت متمرس بهذا؟ أم أنك تشغب على الناس فقط لتزييف وعيهم